السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فراخ مشوية في الفرن بطريقة بسيطة فوق ما تتخيلوا. أحسن من المطاعم وأحسن من أي حاجة تعمليها في بيتك وتنجز معاكم في أقل وقت. يلا بينا نشوف الطريقة بتاعتها إزاي وتابع الفيديو للآخر. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ المقادير. ننزل بواحد زبادي، ملح، فلفل أسمر، المشوي بيحب الفلفل الأسمر، بابريكا، بهارات فراخ، شوية كركم، شوية كاري، رشة روزماري، زعتر، شوية زيت. نقطة خل صغيرة، ونمكس كل دوت مع بعض زي ما احنا شايفين. وبعد ما عملناها زي ما انتم مكسناها كده، رشة كده برضو ايه، بصل بودر، شوية توم بودر، نص معلقة جنزبيل، ونمكسهم مع بعض، ورشة صويا صوص. تمام، ديت بقى اللي هتوديها في حتة تانية. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نمكسهم كده مع بعض. يلا بينا ننزل بالفراخ بعد ما قطعنا الفرخة على 2 الشكل دوت زي ما انتم شايفين. شرحت الصدر كده زي ما انتم شايفين عشان يبقى طري معانا ويستوي وياخد التتبيلة. ندوا الفرخة التتبيلة كده من جوه ومن بره، ومخلينها على 2. تمام، يلا بينا، مش أقل من ساعة نتقابل على الجريل. يلا بينا، بعد ما الفرخة قعدت في التلاجة والتتبيلة بتاعتها ساعتين أو أكتر على حسب المتاح بالنسبة لكم، ننزل بيها دلوقتي نحطها على الشواية. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده، نحطوها نخلي الوش ده اللي فوق واحدة. تتبيلة ريحتها جميلة تحفة، ريحة بقى اتفرجوا عليها بقى لما تعملوها. برضو كل ما هتستوي التتبيلة بتاعتها من تحت هتطلع عليها، احنا هنحط لها مية من تحت ونحطها في الفرن عشان تديها طراوة وما تنشفش معانا. تمام، يلا بينا بقى على الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. نقفل عليها كويس، نحطها في الفرن. هنحط مية تحت هنا، تمام، ونحطوها بتاخد معانا من ساعة لساعة ونص إن شاء الله. نشوفوها، حطينا فحم، أخدت السموك بتاعها حاجة بسم الله ما شاء الله، طعم وريحة هتهبل. ديت للعزومات، مش محتاجة أي كلام، حاجة هتشرفك في العزومة. بصي، حاجة فوق الوصف.